محبوب محترم، طول عمره محترم وسمعته مسابقات، راجل وفي ظهرنا. هو يعتبر ابونا، احنا مالناش اب يعني، ابونا مات واحنا صغيرين، فهو يعتبر ابونا بس، والحمد لله ربنا يرحمه. هو ابو بدرية طلبة تكشف موعد ومكان جنازة زوجها. أعلنت بدرية طلبة عن موعد جنازة زوجها المؤلف والمخرج المسرحي مصطفى سالم الذي رحل عن عالمنا قبل قليل. وكتبت بدرية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: صلاة الجنازة في مسجد العمري والدفنة في العمود باب الرحمة. وأعلنت الفنانة بدرية طلبة عن وفاة زوجها بالساعات الأولى من صباح يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وكشفت بدرية طلبة: أبو بنات مصطفى سالم في ذمة الله، دعواتكم بالرحمة والمغفرة. صلاح عبد الله ناعيا زوج بدرية طلبة: الخبر تعبني قوي. نعى الفنان صلاح عبد الله زوج الفنانة بدرية طلبة المخرج مصطفى سالم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر. وكتب صلاح عبر حسابه على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بس الخبر تعبني قوي يا صديق البدايات الصعبة، يا طيب، يا مكافح، يا نبيل، يا أصيل، أرجوكم الفاتحة والدعاء. محبوب محترم، طول عمره محترم وسمعته مسابقات، راجل وفي ظهرنا. هو يعتبر ابونا، احنا مالناش اب يعني، ابونا مات واحنا صغيرين، فهو يعتبر ابونا بس، والحمد لله ربنا يرحمه. هو ابو الحمد لله ربنا يرحمه، ربنا يرحمه حبايبي. طمنيا ربنا يرحمه يا الله رب. يرحمه. هو كان قريب من حضرتك وكان قريب مننا، هو اللي مربينا. هو اللي مربينا. تمام. متجوز اختي مثلا بقاله بتاع 37 سنه. مم. داخل علينا واحنا صغيرين، فهو اللي مربينا. ده كان ابونا الثاني. ربنا يرحمه يا رب. يعني انا شايف ان الجنازه جماهيريه اكبر من الناس كانت يعني بتحبه قوي، وهو عشري ووجي كده، وبيحب الناس والناس بتحبه. بس الحمد لله، الحمد لله ربنا يرحمه يا رب.